السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جدعان. أهلا بيكم في أربع حيطان، البرنامج اللي بيحاول يفك شوية ألغاز ويحاول يفهم الدنيا ويا رب ما نلبس في حيطة. أنا أخوكم بيبرز، وقبل ما نبدأ يا ريت ندعي لإخواتنا في فلسطين وفي السودان. عايز أقول لكم على حاجة غريبة جدا بتحصل لي بقالها فترة. حاسس إن حياتي مش بتاعتي. يعني أنا ماشي في الشارع كده تمام، ولابس التيشيرت بتاعي، وبشرب القهوة وبرضه بعملها من غير وش، وفجأة الدماغ تقول لي: يوه، هو المشهد ده أنا شفته قبل كده. نفس الكوباية، نفس المكان، نفس الراجل اللي بيبصلي من بعيد كأنه فاكرني من حصة الرياضة في ابتدائي. هو ده بقى يا معلم الديجافو، الإحساس الغريب اللي بيخليك تحس إنك عايش في إعادة من حياتك. وبصراحة أنا كنت فاكر نفسي جامد جدا ومفيش حاجة بتخوفني، بس يا جماعة بجد الإحساس ده بيخض. وفي قعدة القهوة أصحابك يبتدوا يدوك المواعظ بتاعتهم، الأول بتاع المسلسلات يقولك دي حياة سابقة يا عم، والتاني يقولك دي رؤية منام، والتالت يقولك ده جن لطيف بيعمل لك عرض كده عن حياتك القديمة. بس المصيبة مش في التفسير، المصيبة في الإحساس نفسه. يعني أنت بتحس إن أنت كنت هنا، شفت نفس المشهد ونفس الحوار ونفس الناس. ساعتها دماغك بتسأل: هو أنا في فيلم يا اسطى ولا إيه اللي بيجرى؟ وتقعد تقول لنفسك: طب ما أنا عارف إن الكوباية دي هتقع، ليه ما مسكتهاش؟ ليه ما منعتش الغلط؟ ليه الديجافو أصلا بيجيلي وأنا بعمل حاجة عادية جدا زي اللبن اللي بيفور أو القهوة اللي بتفور، أو بطلب أوردر غلط؟ ليه ما بيجيليش وأنا بكسب رهان، أو وأنا بحل معادلة رياضية؟ النهاردة بقى احنا هنشوف الموضوع ده واحدة واحدة. هل الديجافو ده جاي من دماغنا، ولا من كون تاني، ولا من الجني اللي نسي يقفل الفيديو؟ وهنشوف مين اللي نصدقه ومين اللي نبعته يبيع ترمس في الكورنيش. تعال بقى نبدأ بنظرية الناس اللي بتحب الدراما. أيوة، هم بتوع الحياة السابقة اللي أول ما تحس إن الموقف اتكرر يقوم مديك واحدة على وشك يقولك: أيوة ده أنت عشان كنت عايش حياة قبل كده. يا مولانا أنا بالعافية فاكر أنا ساكن فين، هتقولي عشت من 1400 سنة قبل كده، ده أنا بنسى الباسورد بتاع الواي فاي. ومع ذلك تمام، طب خلينا نفترض فعلا إن أنا كنت عايش قبل كده، فين الذكريات المفيدة يا عم؟ ليه ما استثمرتش في الدهب ولا شلتري قرشين؟ طب ليه ما افتكرتش أسئلة الامتحان وأنا بمتحن في ثانوي؟ طب ليه دايما افتكر اللحظة اللي ملهاش لازمة، زي مثلا ان التلاجة ما فيهاش اكل وكل شوية بفتحها؟ يعني ايه الدماغ دي؟ يعني انا في الكون التاني اللي انا برضو معايا فلوس ولا برضو في اكل في التلاجة؟ واللي يجننك اكتر نظرية الاكوان الموازية. دي بقى الشباب اللي لابسين كبات بالمقلوب وبتابعين افلام مارفل زيادة عن اللزوم. يقولك ده اخوك في الكون الموازي عمل نفس الغلط والمخ عندك هو اللي لقط الاشارة بالغلط. يا عم ده انا مش عارف القط شبكة الواي فاي في الشقة، هلقط ذكريات من كون موازي؟ يعني في كون تاني، في بيبرز تاني؟ طب لو في بيبرز تاني ناجح وغني، يا ريت يبعت لي اي حاجه كده على الانستا باي. المصيبه ان الناس دي بتتكلم بثقه رهيبه. تساله: طب انت شفت الكون ده فين؟ يقولك حاسس بيه. يعني بتحس بيه زينا كده لما بنحس بالديجافو وانت واقف بتعمل قهوه؟ يا عم الحاج، الكون الموازي الوحيد اللي عندنا هو لما تلاقي نفسك عايش بين الراتب والفاتوره، ده كوكب لوحده. قول لي بتاع الأكوان الموازية دي اركن على جنب كده يا اسطى، ونيجي بقى للعلم. العلماء بعد ما دوروا وفتشوا وقطعوا في خلايا المخ لقوا المفاجأة الكبيرة: الديجافو أسلاك بايظة. يعني حرفيا دماغك بيعمل ايرور. المعلومة وهي داخلة المفروض تروح للذاكرة الجديدة، بس بتتعطل في الطريق، زي عربية محشورة في الزحمة توصل بعد ثانيتين، فالمخ يقولك: استنى دي قديمة أنا فاكرها، وهو أصلا لسه شايفها دلوقتي. العلماء فسروا ده بنظرية اسمها انقسام الإدراك. يعني عينك اليمين شافت الموقف بس دماغك ما اهتمتش، بعد ثانية عينك الشمال لقطت الموقف تاني، فالمخ قام قايل: ايه ده، الحكاية دي قديمة أنا شفتها قبل كده. يعني تخيل دماغك كأنه موظف حكومة مطلع ورقة ونسي إن هو طبعها قبل كده، فبيطبعها تاني ويقول لك: أنا كده كده فاضي يا معلم. يعني كل اللي أنت مبهور بيه ده طلع جليتش في السيستم، كأنك طلبت كشري من التطبيق فجالك طلب مرتين، واحد سخن وواحد بايت. بس الجميل إن العلماء بيقولوا ده مش مرض ولا حاجة مرعبة، ده دليل إن مخك شغال بس محتاج استراحة محارب. الموضوع كله إن دماغك بتتلخبط لحظة وبتعمل كوبي بيست للذكريات، فبتحس إنك شفت الحاجة قبل كده وهي لسه بتحصل. يعني انت مش تنبأت بالمستقبل، ده انت شفت الإعادة قبل البث المباشر. والخلاصة يا ابو الصحاب ان الديجافو ولا هو سحر ولا اكوان ولا جن ولا حياة سابقة، ده مجرد فاصل اعلاني في دماغك. في المرة الجاية لما يجيلك الاحساس ده ما تتخضش وتقول انا بشوف المستقبل، قول الواي فاي في دماغي فصل لحظة. خدها هزار واعرف انك لسه بخير، لان الدماغ اللي بيغلط معناه انه لسه بيشتغل. وطبعا أهم نصيحة علمية في نهاية الحلقة: نام كويس، اشرب مية، ابعد عن التفكير في الأكوان قبل النوم عشان دماغك ما تعملكش جزء تاني من الفيلم وانت نايم. وياريت تقولي في الكومنتات ايه أغرب موقف حصل لك فيه ديجافو.
كنت حاسس انك ساحر ولا كنت جعان ومتلخبط بين الاكوان والمكرونه بالبشاميل؟ يا ريت ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل الجرس، ولو حسيت انك عملت كده قبل كده فمبروك يا نجم، دي اول حالة ديجافو ناجحة عندك. اشوفكم الحلقة الجاية في حيطة جديدة من 4 حيطان. سلام عليكم.